تخيل أن تكون قديس السيف في عالمك اللي فات، بس وانت بتحارب ملك الشياطين بتموت. بس مش بتموت منه، ده انت بتموت من أشخاص تانيين. فيا ترى أساسا انت مت ليه وهم عملوا كده ليه؟ ومش قتلوك لوحدك، قتلوا كمان ملك الشياطين. بس انت بتنتقل لجسم شخص تاني بعد 1000 سنة وبتلاقي نفسك هزمت ملك الشياطين. بس ازاي وانت ما هزمتوش اصلا؟ اهو دوت اللي نعرفه في حلقة النهاردة، فحط لايكك واشتراكك ويلا بينا نبدأ الحكاية. بنكمل حكايتنا لما الوحوش بتهجم على الأكاديمية، ودرع بيقول للبت اللي معاها وانت مستعدة لضربة قوية من قديس السيف السحري. هو بيهجم بالكتير من سهام البرق، ودرع بيقدر اللي هو يقتل الكتير من الوحوش. ودرع بيقول ان السحر دوت مختلف تماما عن السحر بتاع العصر دوت، والبت بتكون مدهوشة من اللي دريا بيعمله. وبعد كده في وحوش تانية بتهجم على دريا، بس انت مفكر الموضوع دوت هيأثر معاه؟ لا والله. دريا بيقول للوحش يعني انت اغلقت المسافة ما بيننا. بعد كده دريا بيقول مهما الساحر اتقن السحر بتكون في دايما لحظة ضعف، وهي لما بيلقي التعويذة، فهيكون من الذكاء ان انت تخلص المسافة بينه وبينك. بس دوت لو كان خصم ساحر عادي. والوحش بعد كده بيهجم عليه بسرعة، بس وقتها دريا بيطلع السيف بتاعه وبيقول إلا أنني أتبرع على قمة كل منا فنون السحر والمبارزة. وبينطلق بعد كده بسرعة عليه وبيقول من المؤسف ليك إن اختصاص المبارزة هو القتال قريب المدى. هو بينطلق عليهم بسرعة وبيقول عاصفة ملك الرقص الجوي، ودي بتكون تقنية من تقنياته وبيقطعهم لأشلاء. هو بينزل بعد كده على الأرض وبيقول طيب مين المفترض إن دوت يقضي على كل الوحوش، والبنت هي والمعلم بيكونوا مصدومين. ودريا بيقول حتى مع الجسد دوت الفوز كان سهل. وفي مكتبة أكاديمية باريدو بنشوف دريا وهو في المكتبة وبيكون جسمه كله بيوجعه وبيقول جسمي كله بيوجعني، خد لك بنادول. وبيكون شكله كله مسخرة في المكتبة. وبيقول أنا بعد القتال محسيتش بحاجة، بس هو جاي يظهر دلوقتي. وبيقول أنا مش هينفع أعمل قوتي غير لما الجسد دوت يتدرب. وبيقول بعد ما خلص الكتب ديت لازم أعمل خطة للتدريب. وبيقول اللي بعد هجوم الوحوش الأكاديمية اتخذت إجراءات جديدة وقررت إن هي تعلم الفصول الدراسية لفترة. بعد كده بيقول طالما أنا عندي وقت فأنا هبص عن ماضية بعد موتي. وبيقول زي ما هو متوقع حتى كتب التاريخ كتبت فيها إن أنا هزمت ملك الشياطين. وبيكون مكتوب في الكتاب إن قدوس السيف ضحى بحياته لهزيمة ملك الشياطين، وبعد ما الشياطين خسروا ملكهم تم طردهم إلى الحدود القارة. وقدوس السيف اللي أنقذ البشرية تداولت أسطورته لمدة 1000 سنة. دريا بركاب بيقول إن الشياطين اللي قتلني جرانهال مش ظهروا خالص بالقصة، وجرانهال دوت هو يعني ملك الشياطين. وبيقول أنا والله ما عدت فاهم أي حاجة بالظبط. بعد كده دريا بيسمع صوت مألوف عليه وبيلاقي البت اللي كان أنقذها قبل كده، وبيبان كده اللي هي بتتدرب عشان تزود قوتها. ودريا بيقول لها هو انت قاعده بتتدربي هنا؟ والبنت بتتفاجئ من حضوره، فبتقول له ايوه، وبتقول له ساحه التدريب محظوره لحد ما يخلصوا على كل الوحوش او يعني ينظفوها. مش عارفه اجيبها لكم ازاي. وبتشكره لما هو كان انقذها، وبتقول له اللي انت مشيت قبل ما انا اشكرك. ودريا بيقول لها ايوه صح فعلا. وبتقول له اللي انا فوجئت فعلا من قوتك ديت. وبتقول له برضه انا عاوزه ابقى اقوى عشان ابقى اهزم الوحوش. وبتقول شكلي كده مهما اتدربت انا هدني فاشله. ودريا بيقول هي شكلها كده بتشعر بالخيبة وان قوتها مش بتنمو عكس رغبتها. وبيقول شكل كده في حاجة منعها انها حتى تعمل السحر الادنى. وبيقول لها اللي هي توري ايديها كده، هو بيمدله بعد كده ايديها، ودريا بعد كده بيمسكها والبنت بتكون مكسوفة على الآخر. دريا بعد كده بيستشعر قوتها السحرية وبيقول طاقتها السحرية، وهو بيستشعر بقوة كبيرة منها. وبينصدم وبيقول في الطاقة السحرية ديت هي كتيرة قوي ازاي مش بتعرف تعملها. وبيقول حتى لو انا مش بقوتي فمن النادر اللي احنا نشوف شخص زي كده بالقوة ديت. وبيقول انا فهمت دلوقتي يعني دلوقتي الطاقة اللي عندها كتيرة قوي هي مش بتعرف تسيطر عليها. وبيقول لها انت اسمك ايه؟ والبنت بتتكسف تاني. وبيقول لها انت اسمك سارس صح؟ وبيقول لها طيب يا سارس انت ممكن تستعملي سحر الدرجة الخاصة. وبتقول سحر الدرجة الخاصة ده مستحيل بقوتي ديت. وبتضحك وبتقول من المستحيل اللي انا ممكن استعمله. وبتزعل وبتقول انا مش عندي الموهبة. يا شيخة انت العواطف عندك خربانة، مرة سعيدة ومرة بتضحكي ومرة زعلانة. وبتقول لاستاذتي وزملائي قالوا له بكده برضه. وبيقول دلوقتي الناس بقوا ضعاف جدا وبقوا مش عارفين حتى قوتك الحقيقية. وبتقول له مستحيل ده انا فاشلة وكمان مش عارف ايه. دريا بيقاطعها وبيقولها سارس انت عاوزة تبقي اقوى؟
ولا عاوزة تدنك ضعيفة؟ تختاري انهي يا سارس؟ سارس بعد كده بتستغرب من الكلام اللي هو بيقوله، وبتقوله بالطبع انا عاوزة اكون اقوى. والله بوشك دوت انت مش عاوزة تبقى اقوى، انت عاوزة تبقي احنا دخلت في اماكن ماليش دعوة بيها. سارس بيقول لها هي دي الروح اللي طلق بساحر، وبيقول لها انت مش عارفة حاجة، انت مش عارفة قوتك الهائلة ديت. وبيقول لها الطريقة اللي انت بتعملي بيها ديت السحر دي طريقة اللي بيعملوها الاغبياء. وبيقول ان التحكم في السحر دوت بتبقى موهبة برضه، وبيقول ان في تعاويذ هتناسب قدراتك، وبيقول لها ان هو السحر الدرجة الخاصة. والبنت بعد كده بتقول له انا سمعت ان سحر الدرجة الخاصة حتى مدير الاكاديمية مش بيعرف يعمله، او يعني بيعمله بس مش قوي. وبيقول لها يعني كده داريا ان كده سحرك ممكن يكون اقوى من مدير الاكاديمية. وبيقول لها بالمناسبة برضه انا بعرف اعمله، والموضوع مش بالندرة ديت. وبيقول لها هو ايوه بياخد شوية سحر، او مش شوية، شويتين، 3 4 5 6 7 8، بس واحدة زيك مش هتبقى يعني المشكلة قوي يعني. والبنت بعد كده اللي هي سارس بتقول له يا عم انت بتتكلم بسرعة انا مش عارفة الحق. فدريا بيقول المهم يلا بينا نبدا، وبيقول لها ان انا هعلمك تعويذه واحده من الدرجه الخاصه، والمهم يعني والحلو اللي هي ما بتاخدش استعدادات كتيره. وبعد كده بيقول انا اهم حاجه بس الاقي مكان كويس. بعد كده البنت بتخاف وبتقول انا اكيد انا مش هنجح، ده الموضوع صعب قوي. يا شيخه نفتكر كلمه واحده من كلام داريا الله يخرب بيتك. وبعد كده بتبدا تفكر في شكل السحر للدرجه الخاصه وبترتعب حرفيا. داريا بعد كده بيمشي شويه وبيقول التعويذه اللي هو يعملها اسمها بوابه البروز، دي تعويذة اساسا النار وعامله زي رمح النار كده. البنت بعد كده بتقول في سرها مستحيل هي تكون بالبساطه دي، وبتقول هو انا اصلا ممكن اعمل سحر من الدرجه الخاصه؟ وبتقول اكيد لا. بس بعد كده بتحفز نفسها وبتقول انا ما ينفعش اتشائم، وبتقول انا بالتاكيد هكون اقوى. ودريا بعد كده بيقول انت شكلك كده مستعده. هارس بتقول طب انا لو عملت تقنيه سحريه من الدرجه الخاصه مش دوت هيدمر المكان؟ داريا بعد كده بيقول في العادة أيوة، بس المرة دي وجهت ضربة ناحيتي ومش تخافي اللي هيحصل بعديها. أرس بتقول دلوقتي أنا فهمت. وداريا بيقول انت شكلك مش قعدت بترجفي، وبتقول لو أنا فوجئت فممكن أفقد الوعي، وبتقول له انت اللي قام بهزيمة كل الوحوش فعشان كده أنا هبثق فيك. وبتبدأ في استخدام طاقتها السحرية وبتطلع منها طاقة سحرية كبيرة حرفيا، ده من قوة حرفيا طاقتها الجدران بتاعة المدرسة كانت هتسيح. وأرس بعد كده بتلاقي نفسها في مكان غريب، وبتبص بعد كده جنبها وبتلاقي البوابة اللي كانت جنبها اتفتحت، وبتفهم بعد كده ايه اللي قاعد بيحصل، وبتستعمل تقنية بوابة البروز. وبعد كده بتنصدم حرفيا وبتنادي على داريا بتقوله اخيرا انا نجحت، والضربة بتكون رايحة ناحية داريا، وبيقول لها برافو عليكي قدرتي تعمليها من اول مرة، انت فعلا قمتي بعمل رائع. وبيعمل تقنية تند الإزالة والتقنية كلها بتروح، وعند أرس بيحصل لها درع عشان يحميها من الآثار الجانبية، وبتكون مصدومة حرفيا من اللي قاعد بيحصل. وبعد كده في درع بيحاول التقنية وبيخفيها من على الوجود، والدرع بيروح عند أرس وبيقول لها انت سعيدة بثقتك بيا؟ هو دلوقتي عرفت تعملي تعويذة من الدرجة الخاصة ومش حصل أي أذى. بنتي بتقول له داريا هو انت مين بالظبط؟ وداريا بيقول لها مش مهم، المهم اللي انت عرفت تعملي تقنية من الدرجة الخاصة وانت لازم تفتخري. والبنت بتكون فرحانة من الانجاز اللي هي عملته ديت، وبتقول انا فقط فعلتها، عرفت اعمل تقنية من الدرجة الخاصة بالرغم عن ضعفي. بعد كده داريا بيقول في سره شكل كده سارس كان عندها قوة هي مش كانت عارفة بيها. وبعد كده داريا بيقول لسارس ايه رأيك انك تكوني تلمستي؟ وبتكون أرس بتكون مصدوم اللي هو بيقوله، وبيقول لها بيه اللي شفتهم في الأكاديمية أنا مش شفت شخص موهوب زيك، فإيه رأيك في العرض بتاعي؟ وبيقول لها أنت أكيد ممكن ترفضي، بس لو اخترت تكوني تلمستي فهدربك وتكوني أقوى، فإيه رأيك يا سارس؟ سارس بعد كده بتقوله دوت واضح وضوح الشمس، أنا أكيد موافقة إن كنت لمستك يا داريا. وبتقوله في يوم واحد بس أنت قدرت تغيرني بالكامل، انا مش عندي اي سبب عشان ارفض، فمن فضلك دربني كويس عشان اكون اقوى. وبعد كده بيروح على الغابة وداريا بيقول انت ليه يعني جبتيني على هنا؟ عاوز افهم ما بين كل الاماكن التانية انت جايبين على الغابة. وبتقوله في الحقيقة انا معدلي في السحر التطبيقي وحش قوي واديني واجب اضافي. وداريا بيقول واجب اضافي، وارس بتقوله ايوه انا لازم اوصل الى المسبح، بعد كده اربط سحري بالجهاز الموجود هناك، ديت هي مهمتي.
هو بتقول المفروض برضو انت كمان يجيلك نفس الواجب، وهي بتقول ان برضو قالوا لي ان لازم اخلصه بسرعه، بس بسبب الهجوم اخر مره كنت خايفه وما قدرتش اعمله لوحدي. وبيقول لها يا بنتي المفروض ان كل حصص النهارده اتاجلت لبكره. وبتقول له ايوه بذكرك لدوت. دنيا بعد كده بيقول هي كلمتي غبيه للدرجه دي؟ وبيقول لها طيب مش مهم طالما انا هنا فانت في امان. بعد كده دنيا بيقول بس لو طلاب الصف الادنى اجوا هنا فالموضوع هيبقى صعب وبسبب الوحوش كمان وممكن كمان يموتوا. سارة بعد كده بتقول الموضوع كويس لحد دلوقتي مفيش اي هجوم، وبتقول ان داخل حدود المملكة اغلب الوحوش ضعفاء ومش بتهاجم البشر. بعد كده بيقول هو ايه اللي بيحصل؟ هجوم الوحوش على البشر دي قاعدة ثابتة، الوحوش اللي مش بتهاجم البشر دي بتكون نادرة. بعد كده بتقول صح في وحش سحلية كبير هنا قريب من التلة. هو بيفتكر بعد كده دريا اللي هو ده الوحش اللي كان هجم عليه، وبيقول هو الوحش دوت بيعتبر خطير هنا. والدنيا بعد كده بيقول انا فاكر ان الوحوش دايما كانت تمشي هنا. وارس بترد عليه لو الموضوع دوت صح فهيكون من 1000 عام طبعا يعني. وبدون بسبب ان قطاع السيف قتل ملك الشياطين فالوحوش اترجعت لخارج المملكة واعتمدوا على سحرهم عشان يكونوا اقوى، وكانوا عمالين يضعفوا حبة بحبة. وبتقول دوت كل اللي هم عارفينه. ودنيا بيقول فهمت، انا دلوقتي حطيت النقاط على الحروف. بعد ما ملك الشياطين مات الوحوش بدأت أضعف وقلت المعارك ما بين الوحوش والشياطين واتدهورت مهارات البشر كمان. وبيقول بس أنا عمري ما شفت زي الوحوش ديت قبل كده. هو بيفتكر لما هو سأل المدرس عليهم بس المدرس مش رد عليهم ما كانش يعرفهم أساسا. وافتكر برضه لما هو بس عمل حتة شرارة بسيطة وهاجم على الوحوش بيها وماتوا أكثريتهم، يعني أساسا هم ضعاف. بس في حاجة غريبة في الوحوش ديت وهو مش عارف يعرف ايه دوت بالظبط. هو بيدنه يفكر كده مع نفسه، بس في شوية ذئاب بعد كده بيروحوا عليهم. ودنا بيقول لها وعاوزة تقولي لي دوت كمان مش موزين. والبنت بعد كده بتكون خايفة حرفيا، بس بعد كده الذئب مرة واحدة بيهجم عليهم. بس طبعا الوحوش ديت مش بتطول معاه، يا دوبك بس بيعمل درع من هنا وبيطلع على طول السيف وبيهجم على أكثريتهم وبيقطعهم لأشلاء. وبيقول إن شكل الوحوش بدأت تظهر في جميع الأنحاء. والبنت بتقول مستحيل الطلاب اللي في الأكاديمية مش هيعرفوا يهزموا الوحوش ديت، بالمعدل دوت هيكون في ضحايا كتير. وده بيقول يعني من كويس لا خدت التلميذة عندي. ووقتها شوية الذئاب دولت بيكونوا مراقبينهم، وبيقول لها بفضلك على الأقل هيكون في واحد بيقدر اللي هو يستخدم السحر الخاص. وقتها بتكون شافت كل الوحوش بتكون مرعوبة حرفيا. وارس بيقول لها يلا دوت هيكون دورك، ورينا بقى يا تلميذتي انت تعرفي تعملي ايه. والوحش بعد كده بيهجم عليهم. وكده بينتهي معانا فيديونا. اتمنى طبعا الفيديو دوت يعجبكم، ولو لسه يعني انت لسه ما حطيتش لايك واشتراك فيلا بقى حطهم دلوقتي. وما تنساش بالمره تفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. وعشان مش هطول عليكم يلا سلام 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 يا عب سلام.